أنا مش بتكلم النهاردة عن شخصية صعبة أو شخصية يعني غامضة، ولكن بتكلم عن شخصية سمح لنا الرب أن نتلامس ونتقابل معها في حياتها بالجسد، ونرى أيضا ثمار عشرتنا بها بعد انتقالها بالجسد. رأيناها أكثر من مرة وتقابلنا معها أكثر من مرة. ابتسامتها البسيطة وكلماتها الجميلة وترحيبها وعطفها وعطائها وحنانها وحبها وتقديرها ومشاركتها لنا في أمور كثيرة في هذه الكنيسة، وحكاياتها اللذيذة الجميلة عن أبي السيفين، وعن حلاوة هذا الشهيد، وعن حلاوة عشرة ربنا أولا وآخرا، وعن جمال العذراء الطاهرة مريم وعن علاقتها بيها. لها فضل وأفضال علينا، ليست فقط أفضال خاصة ولكن أفضال عامة على هذه البلد وعلى هذه الكنيسة. فقد أقامت صلوات كثيرة لكي يتمم الرب عمله في كنيسة العذراء والملاك، ثم أضيف أبي السيفين بعد إحدى معجزاته فيها. بل في إحدى السنوات التي كانت فيها استشهاد كنيسة القديسين، وكانت القداسات تقام مبكرا جدا. قداس عيد الميلاد صليناه من الساعة 5 ل 7، والشاب اللي كان بيصور الصور بعد ما خلص الصور وبعد 3-4 أيام كده وبيجيب له الصور، فقال لي اتفاجأت بصورة طماط واقفة ورا خالص ورا كل المصلين. خدت الصورة ووريتها لأبونا بتراب ووريتها لطماط كرية وأمهات في دير أبو سفين. قالوا هي دي طماط، وقفتها الثابتة الثاقبة الحانية كانت تقف دايما طماط آخر الكنيسة عشان تبقى عينيها على كل بناتها، عشان تشوف مين اللي طالعة ومين اللي داخلة، مين مركزة مش مركزة، وتشجع دي وتسند دي.